كابتن احمد جعفر ممنوع، كابتن حسين حمدي، كابتن جنش، كابتن حسن طالع برضه مش عايز يتكلم، كابتن عمر جابر. يلا عمرو زكي، تعالى عمرو زكي، يلا 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 ثانية عمرو زكي النهارده يعني اسف. يلا فرج شلبي. خلاص بقى انا والدنيا ده قوي جدا جدا جدا. انما يعني اللي احنا بس بنتمناه، احنا عايزين نساعد الحكام بس هم كمان يساعدوا نفسهم، لان يعني كده ما ينفعش. يعني طبعا هو ضغط شديد، انما يعني 3-4 مرات يعني انا مش فاهم يعني. انما هو مش هيتحمل النهارده تعادل الزمالك. انا مش عايز انا احمد معايا. كابتن اسماعيل يوسف النهارده يعني نقطه التعادل دي، شايف ان نادي الزمالك النهارده ادى مباراه كويسه ونقطه التعادل دي شايفها كبدايه موسم يعني؟ لا كويس الحمد لله. يعني احنا اولادنا عملوا جيم كويس، ولظروف خارجه عن ارادتهم النهارده حصل الدرون. تمام. لظروف خارجه عن ارادتهم يعني الجيش عامله زون ديفنس، واحنا عارفين متوقعين طريقه اللعب بتاعتها. انما بعد الهدف الاولاني في ضربه جزاء 100%، في ضربه جزاء ثانيه 100%، دي اللي حالت. لكن احنا الحمد لله رب العالمين ولادنا ادوا مباراه كويسه جدا. شيء طبيعي ان يبقى في هجمات مرتده ويبقى في خطوره علينا يعني. اهم الكابتن اسماعيل يوسف وكابتن حسن شحاته الفتره اللي جايه هيركزوا فيه مع اللعيبه، يعني بدايه موسم ويمكن الزمالك طبعا عنده جماهيره امل في بطوله الدوري. انا بقول للاعيبتنا وبقول لجمهورنا، الحرب بدات بدري علينا. الحرب بدات بدري قوي علينا. طبعا امال تفسر ايه اللي بيحصل في الملعب؟ بيختاروا حكام كابتن اسماعيل وهم بيقعدون. لا الله اعلم. انا يعني ما بتكلمش على حاجه معينه، انما احنا لازم نبقى هاديين، لعيبتنا تبقى هاديه وجمهورنا يبقى اهدى، لان هيشوفوا من ده كتير. كل ماتش انذار للحكام كلها، انذار لمجلس الاداره عندنا لازم يتحرك.